السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا معايا من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة صنع العسل اللي كنحتاجوه في بزاف ديال الوصفات، وخصوصا في شهر رمضان. كنحتاجوه الشباكيه، كنحتاجوه البريوات وجميع الحلويات اللي كنستعملوا فيهم العسل. هذا العسل هذا زوين ويصلح انه يستعمل كذلك في الخبز. اذا نبداو على بركه الله. المقادير اللي غادي نحتاجو لهذا العسل هذا: غادي نحتاجو قالب ديال السكر، غادي نحتاجو واحد باديانه وجوج عواد القرفه وحامضه مقطعه دوائر اولا مقسومه على 4، وعندنا لتر ديال الماء. هنايا بالنسبه لهاد العواد ديال القرفه وهاد الباديانه انا فقط لانه حبيت هاد النسمه هادي. نتوما تقدروا ديروا واحد الكموسه، يعني واحد توب ديال حياتي، ديروا فيه الزعتر، ديروا فيه جميع انواع الاعشاب اللي كيعجبوكم. المهم نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا كوكوط، غادي نحطو فيها هاد القالب هذا. طريقه صراحه سهله، كتبغي غير شويه ديال الوقت. غادي نبداو نخويو عليه الماء من الفوق بهذه الطريقه. بسم الله، نتمنى انكم كتشاهدوني هكا من الفوق باش يبدا يذوب لينا شويه بشويه. اولا اللي بغى يعني يهرسو باش يجي ساهل وعادي يدير فيه الماء هكا غادي يجي ساهل. انا فقط يعني نعطيكم جميع الاقتراحات بهذا الشكل هذا. هو بدا كيذوب تماما. انا غادي نخليه هكا واحد شويه بما داب لي اصلا هو بدا كيذوب، يعني غادي نخليه ميم با 5 دقائق. المهم انا غادي نحط معاه دابا هذا الحامض، غادي نحط معاه الحامض وغادي نلوح فيه هاد الباديانه وهاد القرنفل، عفوا القرفه، عود القرفه، وغادي نخليه لين يذوب. هو كما كتشوفوا هو بدا كيذوب معنا. غادي نخليه حتى يذوب، نسد عليه الكوكوط، نديرهم ميم با ثلث ساعه هكاك، 20 دقيقه الى 25 دقيقه، ونحل الكوكوط ونشوف يعني واش وجد العسل ديالي ولا لا. هو كيخصو يكون جارف، يعني ما تخليوهش يبقى يطيب حتى يبان لكم ثقال فوق البوطه. لا، هذه طريقه غلط، لانه من بعد ملي كتخليه واحد المده حتى كيبرد كيقصح، كيولي بحال الحجر، ما كيوليش، ما كتحصلوش على الثقل ديال العسل اللي نتوما باغيين. اذا انا غادي نخليه يذوب شويه. اصلا هو بدا كيذوب. انا غادي نحركو دابا ونسد عليه الكوكوط، ومن بعد نتلاقاو ونوريكم الشكل اللي غيكون من بعد ما نطفي عليه البوطه ان شاء الله. اذا مشاهدينا، من بعد ما خليت العسل ديالي حتى طاب، يعني خدا وقته مزيان هكا، خاص يكون الشكل ديالو يعني ما يكونش ثقيل كما قلت لكم. انا غادي نخليه بحال هكا، يعني يكون باقي. هانتوما كتشوفوا اللون ديالو، طلقات فيه القرفه وطلقات فيه ديك الباديانه. انا نقرب لكم هكا بجهه الضوء جا فيه مزيان. هكا كيكون اللون ديالو، وهكا خاصو يكون، يعني خاصو يكون جاري، لانه غادي نخليوه مثلا انا بحكم انني صاوبته بالليل غادي نخليه حتى الصباح ان شاء الله، يعني غادي نلقاه ثقال وتحصلت على القوام اللي بغيت. انا غادي نزول ليه هذا الحامض هذا، وغادي نزول هذا العواد القرفه وهذيك الباديانه، وغادي نحطو في شي حاجه، في شي يعني في المهم على حسب نتوما بغيتو ديروه في الصلاه ولا في اي حاجه، وغادي تخليوه حتى الصباح اولا حتى يجمد، يعني حتى يتقال معكم. انا غادي نخليه لمده ليله كامله، ومن بعد نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيكون في الاخير ان شاء الله. اذا مشاهدينا، من بعد ما خليت العسل ديالي حتى خدا وقته مزيان، يعني تجمد وخدا الوقت ديالو مزيان، هكا كيكون الشكل ديالو. بالنسبه مثلا شي واحد لا يعني ما طابش ليه العسل ديالو، يعني خلاه ليله كامله كما قلت لكم وما تجمدش، يعني رجعوا ثاني فوق البوطه يطيب شويه يكمل الطياب ديالو ويخليه. غير كما قلت لكم ما تخليوش العسل فوق البوطه حتى يقصح، يعني حتى تشوفوه اختار فوق البوطه. من الافضل يكون باقي جاري شويه، يعني فاش يتجمع كيولي بحال هذا الشكل هذا، كيكون ثقيل، يعني الثقل اللي غتحتاجوه في الشباكيه ولا في البريوات ولا في المعسلات ديالكم، وما تحتاجوش مازال تدفيوه. يعني اون فوا كطيبوا مثلا الشباكيه كتحطوها فيه وهي باقا سخونه، باش يعني باش تشرب هذا العسل اللي هو داير بحال هكا. اذا نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه تشاركوا في القناه ليصلكم كل جديد، وديروا لي لايك ان شاء الله، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم. اذا الى الملتقى ان شاء الله.